السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة. النهاردة يوم جديد مع يونت جديد، وهو اليونت الخامس للصف الثالث الثانوي، وهو هاف أند جيت السببية، أو بالإنجليش هاف أند جيت كوزيتيف. هاف وجيت السببية متكررة كتير برضه في نماذج 2026. برضه أنا بشرح لك اليونت وبشرح لك التريكات والأسئلة اللي جت في النماذج عشان يبقى عندك الخلفية، عشان تقدر تحل. فائده اللي انا احل لك السؤال اللي جه في النماذج وانت ناسي القاعده ومش فاكرها. تعالى كده ببساطه وسهوله اقول لك تحل ازاي، مش حشو الكتب. تعالى نتكلم في هاف اند جيت السببيه، وهي هاف وهاز وهاد بمشتقاتها. طبعا هاف للمضارع البسيط الجمع. واقول لك تركيبه بسيطه كده، ان اي فاعل مفرد في اي زمن متصرف لمفرد وجمع هتلاقي الفعل بتاعه جواه اس. فتعالى كده نشوف. هاف وهاز وهاد زائد مفعول به عاقل، اوتوماتيك بجيب بعدها المصدر. جيت وجيتس وجوت زائد مفعول به عاقل بجيب بعدها تو زائد المصدر. وانا سيستمتك سواء هاد او جيتس الاتنين فيهم اس، يبقى ده مضارع بسيط مفرد، لان اي فاعل مفرد في اي زمن متصرف الى مفرد او جمع اوتوماتيك المفرد بيحب الحاجه اللي جواها الاس، والجمع بيحب الحاجه اللي فيها المصدر، والمصدر فعل بدون اي اضافات. فالهاف والجيت مصدر، يبقى دول للجمع الاي والزي والوي واليو. الهاز والجيت للمفرد الهي والشي والات. يبقى تعالى هاف وهاز وهاد زائد مفعول به عاقل اوتوماتيك بتجيب مصدر. جيت وجيتس وجود مفعول به عاقل وبتجيب تو المصدر. اليوز بتاعها انا بستخدمها للطلب للريكوست، بستخدمها للاوامر، بستخدمها للاقناع، بستخدمها لما بطلب حاجه من شخص عشان ينفذها لي. فان انا بستخدم هذه الصيغ. يبقى انا بستخدم جيت او بستخدم هاف للتعبير عن اعطاء النصيحه، عن امر، عن طلب، عن اقناع لشخص ما ان يفعل هذا الشيء. طيب، في المبني للمجهول هاف او جيت هي حاجه واحده، بيجي بعديها مفعول يتاثر بالفعل او مفعول به غير عاقل، لان احيانا بيبقى المفعول به عاقل بس تاثر بالفعل، فهنا تحول الى مبني للمجهول. لان مثلا الكريمنال المجرم، هو الكريمنال هنا عاقل بس يجيب لي اريست، القى القبض على. فاريست مش هينفع اجيب قبليها لا مصدر ولا طول المصدر، لا اقول arrested. اقول ان البوليس have the criminal arrested، ان البوليس القى القبض على المجرم. هو الكريمنال هنا عاقل اوتوماتيك بس تاثر بالفعل، مش هو اللي قام بالفعل، ده هيقع عليه الفعل. يبقى هاف وجيت لو جه بعدها مفعول به غير عاقل، جه بعدها مفعول تاثر بالفعل سواء كان عاقل او غير عاقل، هيجي بعدها اوتوماتيك البي بي. طب ايه اليوز بتاع الاستخدام بتاعها؟ بتستخدم للتعبير عن ان هذا الشيء تم بواسطه شخص اخر. تعال نشوف الاكزامبلز اللي جت في نماذج 2026 ونطبق عليها عملي. Do you know how to sign up for an email account or shell؟ لازما تترانسليت الجملة في الأول، لازما تترجم الجملة في الأول. هل أنت تعرف how to sign up for an email؟ هل أنت تعرف إزاي تدخل على الإيميل؟ or أو shall I ولا أنا أجيب حد تاني يقدر يدخل على الإيميل، أو أطلب من حد أو أأمر حد أو أقنع حد اللي يدخل لي على الإيميل ده. فشايف السؤال جاي ازاي؟ هاف يو تو ميك، احنا اتفقنا ان هاف وهاز وهاد ومشتقاتها هيجي بعديها مفعول به عاقل، ده مصدر، يبقى دي اول واحده غلط. تعال نشوف الليتر سي. هاف ات تو بي ميد، ما ينفعش، عشان اجيب ات اللي هي مفعول به غير عاقل قلت لك هاف او هاز او هاد، جيت او جيتس او جوت مفعول به عاقل زائد البي بي، يبقى برضه ليتر سي غلط. طب تعال نشوف ليتر دي ولتر بي. طيب get someone to make it، انا جبت get، جبت someone، جبت make، جبت it، وجبت معاها التو، يبقى غلط دلوقتي هي الاجابه دي اللي صح، لان انا قلت لك get او get او got وجي بعدها مفعول بيه عاقل، هيجي بعدها تو زائد المصدر، هو التركيبه اللي عاملها ادي get وادي المفعول بيه العاقل someone شخص ما او بعض الاشخاص، ادي التو بتاعتها وادي المصدر لغايه دلوقتي صح. طب تعالى نشوف دي. get someone made، ازاي اجيب get واجيب مفعول به عاقل واجيب التصريف الثالث؟ يبقى الاجابه الرابعه غلط،
لان الاجابه الرابعه بستخدمها في صيغه المبني المجهول الذي يتاثر بالفعل، يبقى يفضل عندنا لتر بي هي الصح زي ما انا بعلم لك عليها بالقلم. طيب تعال نشوف مثال تاني. The manager has me reports every Friday. المانجر طلب مني المانجر طلب مني اللي انا اكتب له التقارير كل جمعه. ادي المانجر ده الفاعل، ادي هاز السببيه، ادي مي مفعول به عاقل انا اللي هقوم بالفعل. يبقى انا عارف ان هاف او هاز او هاد بمشتقاتها في المبني للمعلوم هيجي بعدها المصدر، وان جيت وجيت وجوت في المبني للمعلوم هيجي بعدها طول المصدر، وان الاثنين اقناع، ان الاثنين طلب، ان الاثنين امر، ان الاثنين بستخدمهم لعرض شيء او لاقناع شخص اللي هو يعمل لي هذا الشيء سواء بالمصدر او تو زائد المصدر. فهنا جاب لي مي مفعول به عاقل وقبلها هاز، اوتوماتيك هجيب المصدر اللي هو هاز مي رايت ريبورتس، امرني ان انا اكتب له التقارير كل يوم، فالاجابه هتبقى لتر سي. بعد كده الثالثه، احمد اند ليلى هاد ويدنج. احمد وليلى عندهم ويدنج، حفل زفاف. هو الحفل زفاف ده هو يحتفل بنفسه ولا يحتفل بيه؟ يحتفل بيه. طيب هو الحفل زفاف ده عاقل ولا غير عاقل؟ هو غير عاقل. طب انا قلت لك ان هب بمشتقاتها وان جيت بمشتقاتها، الاثنين دول وعند المفعول به غير عاقل او مفعول يتاثر بالفعل، الاثنين اوتوماتيك بيجيب بعدها التصريف الثالث لا مصدر ولا طول المصدر، يبقى اوتوماتيك اجيب وراها سيلبريتد. هي دي الاجابه الصح. عشان كده انا بقول لك الاسئله دي اتكررت في نماذج 2026. انا بشرح لك اليونت وبشرح لك الاسئله اللي جت في النماذج علشان تبقى عارف فاهم المعلومه. انا ممكن اشرح لك المعلومه بس مش تبقى فاهم الدرس واحل لك السؤال، انما انا بجيب لك اليونت، بجيب لك اللي هو اليونت على سبيل المثال اليونت الخامس بشرحه لك كده بسرعه ببساطه وسهوله عشان تقدر تحله في الامتحان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.